اشمعنى انا لما كنت شغال في بنزينه بجمع الجنيه والاتنين التبس بتاعي، الجنيه والاتنين والتلاته والاربعه والكلام ده كله، عشان اجمع قبض، لان انا ما كنت شغال في البنزينه بالشهريه، بشتغل بالتبس اللي بيجي لي. خش لي عربيه بي ام ولا مرسيدس ولا اي كان نوعها، كنت مش بقول لي يا امه اللي جايبها له، كنت مش بقول لي يا ريتني اتعلمت زيه عشان اركب عربيه زي دي. اشمعنى كنت بقول الحمد لله ربنا يبارك له يديله ويغني كل الناس؟ اشمعنى انا لما كنت بقف امن 12 ساعه في الشركه المانيه كنت شغال فيها في السخنه، كنت بقف 12 ساعه امن في البرد، كنت استلم من 8 بالليل ل 8 الصبح ولا من 9 ل 9 ب 1200 جنيه، ويجي راجل مهندس محترم في الشركه الالمانيه دي بتاعت باين توليد الكهرباء مش عارف ولا ايه، كنت استقبل الراجل ويقول لي روح جيب وروح جيب وروح جيب، كنت اخد المكنه ولا العربيه انزل له اي ريست في السخنه اجيب له عشان راجل مهندس واجي له واخدم عليه. اشمعنى انا ما قلتش هو مهندس احسن مني ليه بيعاملني كده؟ اشمعنى انا لما كنت شغال في محل جزم في احمد عرابي عندنا في السويس، ودي حاجه معروفه، كان مسميني عمر ارتكلات. عارف المغزى الشوز اللي في رجلك ده؟ الشوز ده ليه 3 ارقام، اللون ده ليه رقم، والمقاس ده 36 37 كده ليه رقم، وشكل الموديل ليه رقم. كان فيش كرتونه في المحل ده انا ما كنتش حافظها، كان بيسموني، كان ممنوع عندي اخد يوم اجازه، كنت اجيب بالست كراتين وانزل تحت رجل الست، وانا كنت راجل اقيسها الحاجات دي كلها في رجليها، وتقول لي لا ده لا ده لا، وانزل انا احط لها الشوز على الارض. اشمعنى ما قلتش ليه كده؟ اشمعنى لما كنت شغال في محل في بدون ذكر اسمه عشان راجل صاحبه اكيد هيبص على ده، لما كان بروح هات طلبات اطلع البرج لما يكون البتاع الدور ال11 كان ما فيش اسانسير، وانزل واطلع وانزل واطلع وانزل اجيب له طلبات للبيت. اشمعنى انا ما قلتش لا؟ اشمعنى انا ما قلتش دوت متعلمين ولا مش متعلمين؟ اشمعنى لما جه دوري الكل حقد عليا؟ اشمعنى لما ربنا انا اداني حاجه قالوا اشمعنى؟ ليه؟ الدنيا ما بتحبش الكسلان، الدنيا ما بتحبش اللي بيندب حظه ليل نهار. انا كنت تخش لي عربيه داخل يفول، كنت اقول له يا باشا انا فاتحين مغسله جديده والله مستعجل معلش ده ربع ساعه على طول وهنشف لك، كنت اخليه يفول ويروح يغسل. اللي كان جاي يغير عندي البرواز الازاز بتاعه اللي اتكسر، كنت اخليه ياخد بروازين تاني غيره ويشتري بروازين عليه. لو واحده داخله تاخد مؤاخذه في الكلمه شبشب ولا تاخد صندل ولا تاخد جزمه، كنت خليها تاخد حاجتين كمان. طول عمري بصرف حالي. انا نزلت القاهره دي ب10 جنيه، اقسم بديني انا كان معايا 20 جنيه، كنت من السويس ركبت من موقف السلام لحد رمسيس ب10 جنيه، ورحت اشتغلت في مطعم اسمه، ادوني سكن هناك مع الناس، كنت افطر في المحل ممنوع عليا اخد اي اكله من كريب شاورما، لا كبده ممنوع، فول وطعميه ومسقعه تاخد. كنت بشتغل كاشير من 12 ل 8 ب 300 جنيه، اكل في المحل وانا ماشي الصبح اخد الاكل معايا، اصحى الساعه 4 يكون الورديه اللي جايه بتاعت الساعه 4 تجيب لنا معاها اكل فول وطعميه والكلام ده كله لحد بالليل ما انا اروح. صرفت حالي ومشيت في الدنيا وفهمت الدنيا ماشيه ازاي. قالوا لك بيقلد فؤاد، اصل مش بيقلد فؤاد، اصل مش عارف ايه، خرجت من فؤاد ودخلت على المهرجانات وغنيت ودخلت في وسط الدنيا ووسط الحياه عشان انا ماشي حالي. هقعد احط ايدي على خدي واقول الشهاده ما نفعتنيش؟ مش هتاكل ولا تشرب في الدنيا دي. طبعا اللي ينكش هو اللي هياكل، واللي هيدق لها هو اللي هياكل. اللي يقعد يندب حظه ويكتب بوستات يقول لك اصل انا نفسي في 5 مليون جنيه، اصل انا مني لا ان مش عارف ايه، يا جماعه اصل 5 مليون جنيه تعمل كام سنه سجن؟ خليك انت اقعد اكتب وسيب لنا احنا الشغل والشارع والحركه. ربنا سبحانه وتعالى مش دعوه بالدولار بكام، ربنا ملوش دعوه النهارده ده بكام ولا ده ربنا دعوه ده ب9. وربنا عادل جدا بيحط كل واحد في مكانه الطبيعي، وخلقنا بعضكم فوق بعض درجات، كل الناس درجات. انت بقى في انهي درجه؟ ربنا هو اللي حطك. انا كنت تحت وتحت قوي، يا ريت كنت اعرف الصفر ده فين عشان ابدا منه، ما كانش فيه صفر اصلا، وربنا حطني في حته، وفي ناس تانية فوق يا ربنا حاطط في حته، وربنا حاطط دول في حته. انا في اي حال بقول الحمد لله.